جاء في الأثر أن أفضل العجم من تشبه بالعرب وشر العرب من تشبه بالعجم. يستحب أن يبقى العرب على عربيتهم في لباسهم وفي لسانهم وفي هيئتهم. لذلك في البخاري أن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: أوصي من بعدي، الخليفة الذي بعدي، بالأعراب خيرا فإنهم بيضة الإسلام. وقد كان عمر رضي الله عنه يرسل للأمصار، كل الأمصار، ثبت أنه أرسل للكوفة والموصل وأرسل لمصر وغيرها، أنه قال: تمعددوا. تمعددوا، إيش معنى تمعددوا؟ أي كونوا كجدكم معد بن عدنان. يقول معد بن عدنان كانت فيه 3 صفات. الصفة الأولى كان طلق اللسان، يتكلم العربية بفصاحة، مع أن أبوه يعني هم العدنانيون إن صح كلام الكلب فهم مستعربة، ليسوا عربا أقحاحا. هذا واحد. والأمر الثاني أن معد بن عدنان كان رجلا قويا خشنا، فلذلك يقول إن العرب إذا رأت الرجل فتي قالت تمعدد، أصبح كمعد كجده معد بن عدنان، في أنه يعني ليس بعيدا عن الترفه. والأمر الثالث أن معد بن عدنان كانت له، هو أول من لبس لبسة العرب، أول من لبس لبسة العرب. فكان عمر يرسل الأمصار يقول: تمعددوا وعليكم وإياكم وزي الأعاجم، وعليكم بلباس العرب، وانتضوا وأخيفوا الدواب قبل أن تخيفكم، واقتلوا الهوام. اقتلوا الهوام يعني الحشرات قبل أن تخيفكم. الآن بعض الناس إذا رأى الوزغ، تعرفون الوزغ؟ تعرف الوزغ؟ تعرف الوزغ يا شيخ؟ ما تعرف الوزغ؟ ما هو الوزغ؟ حاشا الوزغ. البرص أو البرصي أو البعرصي 3 لغات لا أعرف أيها الفصيح. طيب، الوزغ كان أن بعض الناس إذا رأى الوزغ الآن كما أنه لو رأى أسدا أمامه. لو عود الشخص من صغره أنه إذا رأى دابة هام الهوام كالحية والعقرب ومثل هذه أن يخيفها فيقتلها لما أصبح يخافها بعد ذلك. رجلا طويلا ذا هيئة، فإذا رأى مثل هذه الأشياء خافها. فلذلك يعود الشخص على أن يخيف الدواب قبل أن تخيف. حديث طويل جدا، حديث عمر رضي الله عنه في الوصايا، وهو أنه يتمعدد ويأخذ الشخص بأخلاق العرب. فالمقصود أن أخلاق العرب مقصودة وحسنة وطباعهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث متمما لمكارم الأخلاق.